لو أول مرة تشوفي قناتي، دوسي على الزرار الأحمر اللي مكتوب عليه كلمة اشتراك بالعربي أو الإنجليش سبسكرايب، وتفعلي الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو بنزله، وتكوني ضمن عيلتنا الجميلة. أشكركم. السلام عليكم يا بنات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنستكمل بقيه دروس تعليم الإيتامين، عشان انا وريتكم الحاجات اللي هي بنستخدمها في الإيتامين، الخيوط والإبرة، ونوع انواع القماش الإيتامين بالظبط ايه هو الانواع بتاعته. فالنهارده هنكمل اوريكم ازاي احنا بنعد الرسمه، المربعات اللي في الرسمه بالالوان بتاعتها، وبنطبقها على الإيتامين. فاحنا مثلا عندنا رسومات زي كده، انا لو عندي رسمه فيها مربعات كده بتبقى هي نفس ايه اللي على الإيتامين، نفس المربعات اللي في الإيتامين، مهما كانت بقى هي واسعه ضيقه. المهم ان انا بعد ايه الاخرام اللي هي بتاعتها، بعد الخرم يعني 4 كده مع بعض، هو ده اللي انا بتحرك فيه واعمل فيه غرزة الاكس اللي احنا اتعلمناها. 4 مربعات واعمل غرزة الاكس. طيب ازاي ان انا هنفذها؟ لو انا عندي مثلا زي كده البورصل بتاعه، طبعا البورصل بتاعه ده ما بتنهوش، لان هو طبيعي كده مش هينسل معايا. فلو انا هبتدي اشتغل ازاي؟ يعني لو القماشة عندي كده اهو، بالحجم بتاعها، ثواني اعدلها لكم. لو بالحجم بتاعها كده اهو، فايه انا هبتدي ان انا امسك من البورصل واعد في الرسمه هنا اللي قدام. الرسمه هنا اول بدايه القماش، طبعا اللي هو البورصل ده مش هاجي ناحيته ان انا ايه هتنيه، لكن اللي فوق ده لازم اعمل حساب ان انا هتنيه، يعني هتنيه تانيتين على بعض علشان ما ينسلش مني. تانية كده وبعدين تانية عليها كده، زي ما بنتني قبل كده، وريتكم المفارش الستان ما بعملها. فبعد ما تنيت، يعني انا سبت اهو المسافة كده، تنيت، ابتدي بعد التانية، بعد التانية دي ابتدي بقى ايه اخد المسافة ان انا اعد. طب انا هنا عندي هو مديني بداية القماش، بعد بقى ما يكون التانى خلاص التانيات، مديني ان انا ايه في مربعات فاضية. المربعات الفاضية دي عشان ابتدي اوصل لده هبتدي اعد 1 2 3 4، ده الغرزة بادية من رابع مربع. يبقى انا هبتدي هنا ان انا في اعد واقول 1 2 3 4. طيب والجنب ده، ما انا لازم ابص للجنب اللي هو ده اشوف هو سايب لي هنا فراغ ولا لا. طب ما هو سايب لي هنا برضو فراغ، سايب لي كام مربع؟ سايب لي 1 2 3، وبرضو هي الرابعة. يبقى انا هسيب 3 فوق و3 هنا على اليمين. ابتدي من ايه؟ من اليمين عشان اخد الغرزة واعمل حسابي ان في 3 فوقيها، كأنها زي نص مربع كده اهو. فهبتدي من هنا اهو، هعد. عايزه اقربها لكم واوريها لكم، هو اصله عايز محتاج نظر جامد، فانا ايه يعني صعب ان انا اوريها لكم كده قريبه من الكاميرا. هحاول بقدر الامكان، ويا رب ايه ان انتوا يعني تشوفوها. هبتدي اخد من هنا من بعد البورصل، اعد من اول ما يظهر لي مربع، فهعد ادي 1 2 3 4. طيب ادي الرابع اهو هنا كده اهو، يبقى لازم ان انا اعد فوق كمان 4 من فوق، 1 2 3 4. طب اللي فوق دول 3، لا انزل بعد التانية دي اللي انا تنيتها اعد منها احسن، 1 2 3 4. وهنا هيكون عندي 1 2 3، لا اخش الرابع اللي جنبه.
يبقى انا هبتدي من ده. يا رب تكونوا فهمتوا قصدي ايه. هبتدي من ده اعمل يا اما زي ما وريتكم علامة الاكس، هنزل في المربع اللي هو بنص ميلة ليها، يا اما ان انا الاول الخيط على لو الخيط واسع معايا كده اهو، اللي قصدي الفتحات بتاعه الاتامين واسعه كده اهو، فهضطر ان انا لازم ان انا اعقد الخيط جامد من ورا بالنسبه لانتي اول مره، لان انتي مش هتعرفي ان انتي تعمليه من ورا بالطريقه اللي هي المفروض تتعمل عشان يبقى نضيف. بس هوريها لكم. يعني مثلا انا عقداها راحت معديه منها، لان الخيط ده كمان اصلا رفيع. المفروض ان انا الخيط لو عندي رفيع، يعني بصوا السمك بتاعه اوريهولكم، السمك بتاعه رفيع خالص، بعكس البقرة التانية دي اللي عندي، دي الخيط بتاعها تخين. لو الخيط تخين هشتغل بخيط مفرد واحد بس. لو الخيط رفيع زي ده هعمله 2 مجوز. عشان بقى اعمله 2 مجوز طبعا عقدته كده اهو عقدة، ممكن اعقده عقدة كمان بس مش مشكلة. هنعمله من تحت هقول لكم ازاي. يعني شوفوا هي دلوقتي بقى انتهت مني، لازم ان انا ابتدي اعد تاني من اول وجديد. هي محتاجة نظر جامد واضاءة. هنعد قلنا 1 2 3 4، 1 2 3 4. يبقى انا هبتدي من رابع مربع هيقابلني من هنا و4 من هنا على حسب الرسمة اللي قدامي زي ما هو مديني. هبتدي كده اهو الخيط عشان ما يعديش من ورا، انا دي مش بستعملها قوي، يعني انا بفضل ان انا اعقد العقدة بس. هسيب كده حتة من الخيط وابتدي اشتغل. يا اما هشتغل اللي انا وريتها لكم، هاخد كده اللي تحتيه، هاخد الغرزة اللي هي تحتيه كده اهو، المربع اللي تحتيه بالعرض الاتنين، واشتغل كده اهو. ولو اشتغلت كده لازم افضل مستمرية ان انا الخط بتاعي ينزل زي ما هو. يعني انا اخترت ان اشتغل كده اهو فهنزل بيه كده اهو، يبقى لازم ان انا اكمل بقية السطور. ما ينفعش اطلع اخد علامة الاكس اللي باقية وارجع تاني، لان عندي صف تاني لسه بشتغل فيه، عندي صف تاني بشتغل فيه تحتيه. لو هي اخر حاجة فوق هاخدها عشان اكمل بالعرض هنا. فانا هنا عندي في العد عامل لي 1 2 3 4، يبقى اخد 4 فوق بعض. انا اللي ورا دي ماسكاها كده اهو، طبيعي لما اشتغل هي هتمسك مش هتفلت. كده اهو برضو نفس الطريقة الميلة طالع لي اهو وما شدش الخيط قوي. الخيط الرفيع بيبقى مقرف. احلى حاجة الخيط لما بيكون الكوتون بيكون تخين. الاحلى حاجة في الخيوط طبعا غير المصري البيضة، لو مستورد هيبقى دي ام سي بصراحة. خيوط مستوردة فرنساوي بس جميلة جدا، ودرجاتها موجود جميع انواع الدرجات، بس غالية يعني محدش يفكر ان هو يجيبها وهو لسه بيتعلم. وابتدي انزل. انا دلوقتي عملت 2، هاخد برضو اللي تحتيها، شايفين؟ هاخد اهو تحتيها كده، ادي تالت واحدة بالراحة كده اهو، وما شدش عشان يبقى طالع معايا الشغل بارز شوية، ما يبقاش مشدود.
وبعدين اخد اللي بعدها واعد وانا بعمل، دي اخر حاجة 4. هطلع ازاي؟ اروح جاية من المربع اللي هو فوق على اليمين، انا طالعة من الشمال، هطلع من المربع اللي على اليمين فوق واروح طالعة كده بالعرض زي ما نزلت، كنت زي ما كنت نازلة بالعرض هطلع كده برضو. طلعت من هنا المربع اللي فوق على اليمين اروح طالعة منه. انا بحاول اقرب لكم عشان خاطر ايه، يا رب تكونوا شايفين واضح معايا، ولو ما كانش واضح يعني اللي عايز يتعلم يقولي وانا اعيد له تاني. كده اهو، ودي كده اهو، عملت اهو ال4 غرز، ال4 غرز. طيب خلصت ال4 دول، انا عندي هنا جنبهم واحدة تانية بالعرض اهو، في تاني اعد تاني بالعرض. واحدة عندي عملتها، اعد اللي جنبها 1 2 3. دي مش هحسبها، الخط اللي هو ده بنسميه تحديد للرسمة، ده بيحدد الرسمة، فبنعمله في الاخر خالص بعد ما الرسمة تخلص عشان تديني الشكل اللي هو زي ما انتوا شايفين، ابقى محددة شكل الرسمة ازاي، زي ما هنا برضو في الشكل ده بيحدد. بصوا ده هنا ده ما تعتبرش مش محددة كلها، يعني الشعر مش محددة ليه، لان طبيعي الشعر الطفل كأنه ايه منكوش كده، فملوش تحديد ان انا احدده بيه. الشعر ما بحددوش في الحيوانات بس، لكن في الانسان لا، احدد الجسم، الايدين، الرجلين متحددة، اللبس اللي هو موجود احدده. فطبيعي الحد اللي هو تلاقيه باين ميلة واحدة، غرزة واحدة، نص اكس، ده في الاخر خالص في التشطيب عشان ما البخش نفسي. فانا هنا اما عديت اللي مشغولة عندي خلاص دي مش هحسبها، احسب اللي جنبها، المربع اللي جنبها 1 2 3. يبقى انا المفروض ان انا هشتغل 3. وصلت خلاص هنا لاخر حاجة اهي، هبتدي اشتغل كده اهو، عشان ايه الغرزة اخدها الخيط ما يجيش ان انا لو انا اشتغلت بالعرض حاجة هدخل هنا الغرزة هتطلع مني تاني، فلازم اشتغل كده عمودي عليها. احنا قلنا ان احنا هنعد 3 مربعات بعد اللي احنا اشتغلناه، فهناخدها كده بقى اهي تحتها على طول، المربع اللي تحتها حاجة كده. دي تعتبر اسهل غرزة انا بفضلها، يعني احسن ما علامة اكس وفي الاخر بيبقى الشغل نضيف من ورا كده اهو. وبرده ما شدش الخيط بتاعي، ما يبقاش مشدود قوي. تالت واحدة، تاني واحدة سوري، تالت واحدة. مش بقولكوا عايز دقة جامد قوي لان احنا عندنا واحدة معمولة، انا عندي واحدة مشغولة فعملت 3 تحتيها. حاجة ارجع بالعكس زي ما رجعت في التاني، ارجع بالعكس من تحت لفوق. انا كنت ماشية بالغرزة من فوق لتحت، حاجة اطلع بقى هطلع من تحت لفوق عشان اعمل علامة الاكس. الغرزة اللي فوقيها طلعت من اخر المربع بتاعها، اطلع من الاتنين القطر اللي فوقيه على طول، ده ضلع المربع اللي فوقيه. اخلص اخر واحدة، المفروض ان انا انزل تحت عشان نشوف اللي باقي. فانا عملت كده، حددت اهو الرسمة
اللي هي الجزء ده. طيب انا عايزة عشان اوصل للفوشيا ده، اللون الفوشيا، هاجي جنبه فيه مربعات فاضية. لما هاجي هشتغل اسيب 3 مربعات اهو بالطول تحت المربع تاني واحد ده اللي احنا اشتغلناه بالعرض، فهنسيب 3 تحتيه. هنا الصف اللي جنب اللي اتشغل ده فاضي، وابتدي اشتغل اللي جنبه زي ما هو محدد لي في الرسمه. سايب لي 3 كده فاضيين على الجنب اللي انا اشتغلت عليه. ابتدي بعد كده اجيب لون تاني، وابتدي ان انا بعد ما سبت 3 اهو زي العد اللي موجود قدامي في المربعات، وهنا برضو العد، ابتدي ان انا اشتغل اهو عمود 2 فوق بعض، جنبه هلاقي 3 جنب بعض. هعمل الخيط اللون التاني وارجع لكم تاني اوريكم.